السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عروض المواشي في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هعرفكم أي حد لما يجي ينزل السوق إيه المواصفات اللي يشتريها والعيوب اللي لو لقيتها فيها إيه تحاول تتلاشاها إن شاء الله، يعني بإذن الله. بص بقى، أول حاجة بتيجي تختارها في العجل بقى السلالة، سواء ذكر أو نتاي. اول حاجه تدور على السلاله الكويسه، زي مثلا الخليط دي خليط فريزيان، ماشي. دي خليط براون، تمام. طبعا البراون اللي هي بيبقى ايه، ممكن في منها بني وفي منها ايه رصاص. حلو. الفريزيان طبعا معروفه بتبقى ابيض في اسود، وفي منهم برضو في منهم اللي هو الهولشتاين الاحمر، بتبقى يعني هولشتاين بس ابيض في احمر. يعني الهولشتاين بيبقى المفروض ان هو ابيض في اسود، بس في منه ابيض في احمر، بيبقى خليط برضو. كله ده خليط يعني عموما. دي خليط براون اهي، ماشي. بس حلو يعني، خليط براون من العالي، حاجه جميله جدا. وفي منها رصاصي، الرصاصي برضو في براون رصاصي، وفي براون اللي هو البني. جميل. طبعا خليط الفريزيان ناس كتير بتحبه، وهو ده الشعبي في مصر، يعني الحاجه الشعبيه عندنا والحاجه المفضله عند المصريين يعني قوي، اللي هي الفريزيان او الهولشتاين يعني عموما. الاتنين دول بيفضلوا اللي هو الخليط اللي انتوا شايفينه ده، اللي هي بتبقى سمرا دي. ده المفضل عندنا. ده طبعا بالنسبة للسلالات. وفي طبعا حاجات حلوة نضيفة جدا زي السمنتال، اللي هو في حاجات بقى عالية طبعا، أعلى من السمنتال يعني في حاجات يعني بتمتاز باللبن، في حاجات بتمتاز باللحم كده. الهولشتاين طبعا بيمتاز باللبن، معروف، بتبقى كمية اللبن فيه أكتر. السمنتال بياخد برضو السمنتال بياخد لبن ولحم. بس السمنتال جميل جدا يعني، حاجة أنا بصراحة أنا نفسي في يوم من الأيام اللي أنا أجيبها. حاجة ما شاء الله عليها يعني، اللهم بارك. فدي بالنسبة للسلالات. أهم حاجة لما تبقى نازل تنزل وتجيب سلالة، دور على السلالة الأول، تمام. دي أول حاجة. بالنسبة لتاني حاجة بقى، تشوف الحاجة اللي قدامك بقى يعني يعني يستحسن اللي انت تجيب مثلا حاجة معدية الشهرين ونص تلاتة، يعني قد دول كده مثلا. ده لو انت طبعا ما انتش عارف، يعني انت لسه نازل جديد. حاول ان انت تجيب يعني مش اقل، خلينا يا عم ايه في الامان، مش اقل من 3 شهور. حاول تجيب حاجه مش اقل من 3 شهور. ده بالنسبه للمبتدئين، لان ممكن يغلبوهم شويه. هتجيب حاجه 3 شهور ان شاء الله، يعني ربنا يكرمك فيها، وهتستحمل السقعه وتستحمل البهدله وكده. تبقى حاجه قديمه يعني فيما اعلى هيبقى كويس برضه. 3 شهور، 3 شهور ونص، 4، كله مظبوط يعني وتمام. بالنسبه للمواصفات بقى، يفضل في البقر طبعا، يفضل العجله لما تكون قرعه. العجله القرعه ديت بتبقى حاجه كويسه. طبعا ممكن متعرفها في الاول، ممكن ما تعرف يعني. يعني دي انا متوقع ان هي قرعه. هي بتبقى راسها كده من فوق كده صغيره شويه، ممكن تلاقي قبه فوق كده سنه. دي تقريبا ممكن تبقى قرعه، بس لسه الله اعلم برضه، مش باين حاجه في راسها. دي قرع، دي قصدي بقرون. دي بقرون اهيت، لما تيجي تمسك دماغها كده من فوق كده هتلاقي حاجه كده اهي، حاجه كده صغيره اهي. مش عارف هتبان هنا ولا ايه، هي كمان دي لسه صغيرة فمش باينة، بس هي بتبقى ايه معروفة اهي. هي ممكن تكون واضحة دلوقتي، تمام. ديت بالنسبة للايه، للقرون او غيرها. تبقى القرعة مفضلة عن الام قرون، بس طبعا الأغلبية بيبقوا قرون يعني، في عادي، ده مش عادي. ده بالنسبة للمواصفات الحلوة. أنا بقول على المواصفات اللي هي الحلوة، لكن العيوب ده هقولها في الآخر. طبعا المواصفات الحلوة زي ما قلت لكم اللي هي تبقى قرعة، إن مثلا الريح بتاعها، الريح اللي هو ده، شايف ما بين الرجل دي، ما بين الرجل دي والرجل دي، ده اسمه الريح. الريح ده لما يكون المسافة بتاعته طويلة ويكون حلو ومفرودة، غير اما تكون كنزة اللي تلاقي ايه الرجلين دول قريبين من بعضهم من تحت كده. دي تلاقي ريحها قصير بقى، وتلاقي عبها متبقاش حلو. دي حاجة مش مفضلة. يبقى الصنافة أول حاجة، والمواصفات اللي أنا بقول لكم عليها زي الريح والحاجات دي. الجرامة طبعا الجرامة دي حاجة كويس. لما تكون العجلة جرمة، يعني الرجل بتاعها دي، شايف اللي هي من أول الركبة كده وانت تحت، تبقى عالية شوية،
غير اللي تبقى قصيره، تبقى قزعه صغيره كده، دي اسمها جرام. تبقى العجله طويله كده وحلوه، تلاقيها لسه صغيره مثلا في السن لكن جسمها مفرود وما شاء الله عالي. تمام. ده بالنسبه للايه، للجرام. بالنسبه للوش، الوش ده اهو حاول على قد ما تقدر تجيب الوش صغير، يكون يعني شايف المسافه اللي هي ما بين المناخير والعين دي، العين والمناخير دي، المسافه دي تكون صغيره كده قصيره. ما تجيبهاش اللي تلاقي بوزها طويل قوي دي، ما تبقاش حلو في البقر بالذات. اللي بوزها بيبقى طويل ده ما بتبقاش حلو. هات اللي هي ايه، العين من اول العين كده لحد المناخير كده تبقى قصيره كده وملمومه. تمام. وطبعا اهم حاجه، ودي اهم حاجه في الليله دي كلها، تجرب العجله قبل ما تيجي تاخدها، تجربها في العلف. سيبك من البرسيم. اي عجله في السوق بتاكل برسيم، لو انت هتجيب من سوق او من عند تاجر هياكلها لك شويه برسيم هتاكل. لو لسه بترضع، في عجول كتير بترضع وبتاكل برسيم. اي حاجه بتبقى بترضع اغلبيتها بتاكل برسيم. فلو رمالك قدامها برسيم ما تفرحش بالبرسيم، دي مش حاجه حلوه. اهم حاجه العلف، ارمي لها علف وشوفها بتاكل ايه. تمام. دي اهم حاجه الاكل. تالت حاجه بقى في الحاجات المهمه دي، البطن. دور على البطن، شوف البطن. يعني البطن دي لما تكون البتاع دي داخله لجوه كده، يعني البطن دي طبعا واكل هي وشبعان. لما تيجي تشتريها بقى، في ناس بتغش وممكن تبقى كبيره ومعديه ال3 شهور وتلاقيها لسه بترضع. تبص تلاقي بطنها بقى مش عامله زي دي، تلاقيها داخله لجوه كده والعظم باين، الخشب اللي فوق دي تلاقيها باينه. ديت حاجه مش كويسه، دي تخاف منها. لو ما بتاكلش قدامك في العلف تخاف منها واحذرها، لان انا وقعت فيها كتير. احذروا الكلام ده انا بقوله عشان اخواتي وحبايبي اللي هم بيتابعوني. اي حد بيتابعني او اي حد مش متابعني، حتى لو بيتفرج على الفيديو اول مره، انا بديك نصيحه لوجه الله مش اكتر، عشان مش عايز الناس تقع في اللي انا وقعت فيه. لوجه الله مش اكتر. انا مش محتاج منهم حاجه، يعني انا مش محتاج من اي حد حاجه، الحمد لله. ده كله لوجه الله. ده بالنسبه لايه، لموضوع الاكل. بالنسبه بقى للعيوب، في لو العيوب طبعا في عيوب كتير، وفي حاجات عدت عليا وفي حاجات لسه ما عدتش عليا، انا ممكن ما اكونش اعرفها كمان. معلش معذرة. المواصفات اللي في الحاجة، اللي في المواصفات الكويسة برضو، تبص على الضر، تبص على اللي هو ايه، اللي مؤاخذة الحلبات. ماشي. تشوف الحلبات دي لما تكون طويلة، يستحسن تكون طويلة شوية. ماشي. وتكون 4 حلبات، ما تكونش فيها حسنتين، ما يكونوش فيها بز زيادة، تكون 5 أو 6، لأن بيبقى فيه، خلي بالك عشان ما تقعش في الحتة دي، عشان حتة الحلبات الزيادة ديت بتبقى موجودة، والغش بيبقى فيها كتير، والحسنات بالذات حاول ما تجيبش حاجة فيها حسنة، لأن التجار يعني بيصطادوا في الحتة دي. الحسنة دي بتبقى لا مؤاخذة زي البز بالظبط، بس حاجة صغيرة خالص ما بتنشفش، ممكن تنشف وممكن ما تنشفش، انت ممكن ما تاخدش بالك منها قوي يعني. بس حاول ان انت تركز على انك ايه، ما تجيبهمش، ما تجيبش الحاجة اللي فيها ايه، حسنات. الحسنات دي وحش ماشي، يعني هي عيب بس مش عيب شرعي ان هي ترجع بيه. فاهم؟ يعني ممكن تلاقيها في معظم البقر كده، هي بتيجي في البقر بس ما بتبقاش في الجاموس، بتيجي في معظمها. لكن مش هقول لك هي عيب شرعي، الصراحة هي مش عيب شرعي. يعني يفضل ان انت تجيبها ايه، 4 حلبات، ده احسن لك، يعني عشان لما تيجي تشتري وتبيع فيها تبص تلاقي اللي قدامك مبسوط منها وياخدها، وهو ما يقعدش يفطس فيه، لان التجار يعني اغلبيتهم اللهم صل على النبي يعني في النصب اساتذه. فدي بالنسبه للايه، للضر. ويكون يستحسن اللي هو بيبقى نازل، اللي تبقى تحس ان هي راخيه شويه دي، في عجول تبقى لسه صغيره زي دول كده، تبص تلاقي الضره بتاعها دي مش عايزه تقف، طبعا مش عارف اتصور، بتلاقي الضر بتاعها كده ايه، نازل شويه كده لتحت، بيبقى فيه زي شرشوم كده بيقولوا عليه الشرشوم. دي بتبقى حاجه كويسه جدا، وتبقى عجله هتبقى شاطره وهتبقى حلوه في اللبن، هتبقى انتاجيه اللبن فيها حلو. بالنسبه بقى للعيوب، ودي اهم حاجه، العيوب اهم من المميزات. يعني انت لو جبت في حاجه في ما فيهاش مميزات في اللي انا قلتها دي كلها اغلبيتها يعني عادي، كل ده مقدور عليه. العيوب بقى اوسخ، هتبقى اوسخ. اولا بيبقى في ميه في الرجل هنا، الرجله دي اوقات بيبقى فيها ايه، ميه بتلاقيها منفوخه كده زياده عن اللزوم. ماشي. ده عيب، وده عيب شرعي يعني. اللبه هنا مثلا
تكون مش مظبوطة برضه، ده عيب. اللهم صل على النبي. العيون يكون فيها حاجة، تشوف العيون وتبص عليه، اتأكد ان هي يعني شايفة بيهم في عيون ممكن تكون حاجة مش شايفة منه، تكون عليها مية، يكون عليها نازل عليها حاجة تكون مش شايفة بيها. السنان، ودي أهم حاجة برضه، ده أنا بحذر منها ناس كتير، لأن معظم التجار بتبيع والسنان ممكن تكون سنة يعني سنة لا مؤاخذة، ممكن تكون طايرة، ممكن تكون مكسورة، في عيوب بتيجي كده. حصلت مع واحد زميل، فتكون لسه عجلة زي دي ماشي، لسه صغيرة اهي، وكسرت سن، فاهم؟ مش الكسر اللي هو لأ، انكسرت سنة، بتبقى مكسورة نفسها، فدي مشكلة وعيب، ده عيب شرعي. دي بالنسبة للسنان. بالنسبة بقى للسرة، أهم حاجة السرة تكون سليمة. يعني دي، بص، دي سرة سليمة اهي، دي حتة صغيرة كده عادية كده، لما تيجي تمسكها جلد عادية كده. انما الفتاء بيبقى اسمه فتاء، بتلاقيه كبير كده لا مؤاخذة، زي بتاع زي الحياة بتاع اسمه ده العجل ذكر، تلاقيه كبير كده، وتيجي تمسكه تلاقيه جامد كده. او تيجي تحط صبعك لفوق، تيجي تعمل صبعك لفوق كده، تبص تلاقي فيه خرم زي خرم كده، وتحس ان المكان ايه فاضي كده تحتيه، مش بطنه اللي جايه. واخدين بالكم؟ دي اهم حاجه، دي بالنسبه للايه، للسر، ده عيب شرعي. طبعا، والعيوب الشرعيه برضه في الاكل، يعني هو في الاكل ده برضه بيبقى عيب شرعي، لو ما كلتش ده يعتبر المفروض ترجعه. طبعا بقى مع الامراض بقى والحاجات دي، ربنا يعافينا ويعافيكم. الامراض بقى اللي هي العاديه المزمنه اللي بتيجي في كده يعني، حبيت ترجع بقى، حبيت ان انت تعالج بقى وتمشي نفسك ايه، مشي نفسك. ده بالنسبه للايه، للعيوب. وبالنسبه للمميزات، فاي حد يجي يشتري، نصيحه لوجه الله، لازم يكون واخد حد فاهم معاه، ده اولا. ثانيا يعني ياخد حد يكون يعني بيتعامل بما يرضي الله. وانا برضو حبيت ان انا ايه، اشارككم الحاجات اللي انا يعني مرت عليا برضو، و... واتعاملت مع الناس فيها، بحيث ان انتوا ربنا ما يكرمكوش ويعني يوقعكم في حد نصاب ولا ضلالي ولا كده يضحك عليكم. والحمد لله يعني الواحد ما بيتعلمش من شويه، لازم بيضحك عليك مره واتنين وتلاته لحد ما تفوق. بس انا مش عايز ان انا ايه، الناس تقع في اللي انا وقعت فيه، لان خدت قبل كده مثلا من الناس، بس كانوا بيبقى في المعيز والغنم. انا اول ما بدات المشروع بتاعي بداته بمعيز وغنم، الحمد لله يعني. بس يعني عادي يعني، الحمد لله رضا والمعيز على قد المعيز والغنم ايه سهل. فانتوا ربنا ان شاء الله يكرمكم. واي حد عنده برضه حاجه معلومه زياده ولا حاجه انا ممكن نكون نسيتها ولا كده، انا برضه بتعلم منكم. و... واحب اشكر كل الناس اللي بتشجعني، الناس اللي بتشجعني بكلمه حلوه. اهم حاجه ما تنسوش الصلاه على النبي، و... وادعي لاخواتنا اللي في فلسطين، ادعي لهم، طالما مش هتقدر تعمل حاجه تدعي لهم، ربنا ينصرهم يا رب على الصهاينه الكلاب دول، ويخرجهم منهم، ويخرجهم من القدس دي يا رب ان شاء الله باذنك يا رب. يا رب يكون فدتكم بمعلومه كويسه. تحياتي ليكم، تحياتي لاخواتي المغتربين كلهم، كل اللي في السعوديه، اللي في العراق، الجزائر، كل المصريين المغتربين، ربنا يا رب يرجعهم لاهلهم بالسلامه. يا رب اكون عرفت ان انا اديكم معلومات. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.